الحلقة دي هنكون التور جايد بتاعكم في أجمل مدن إيطاليا، روما. روما تعتبر متحف حي، كل شوارعها وميادينها مليانة آثار تاريخية، حتى البيوت شكلها كأنها تحف. انت بتبقى ماشي في الشوارع كأنك بتتمشى في متحف كبير، حاجة روعة بصراحة. وده يخلينا حريصين انك ما تفوتش حاجة فيها، لا مكان يتزار ولا مكان أكل ولا تجربة لازم تعيشها هناك إلا ولازم نقولك عليها. هنبدأ بالأماكن اللي ما ينفعش تفوتها. أول مكان هو الكولوسيوم، ده عبارة عن مسرح كان بيستخدمه جلادياتور زمان في العروض القتالية اللي كانت بتسلي الملك. المكان جميل وتاريخي وما يتفوتش. المكان التاني هو روما فورم، ده 10 دقايق مشي من الكولوسيوم، وهي آثار لمباني كتير من حوالي 2000 سنة أو أكتر. تالت مكان هو بانثيون، ده مكان مدفون فيه ناس كتير وشكله خرافي، ما ينفعش تفوتوه. رابع حاجة هي الفاتيكان ميوزيوم. الفاتيكان هي عبارة عن بلد جوه بلد. الفاتيكان اللي موجود فيها بوب فرانسيس، ودي مكان مقدس طبعا. فيها فاتيكان ميوزيوم، وده متحف جوه الفاتيكان فيه أشهر الأعمال الفنية اللي تعتبر حاجات روعة مش هتشوفوها في حياتكم تاني. وطبعا ما تنسوش تروحوا السيستين تشابل اللي رسم سقفها مايكل أنجلو، اللي هتفضل باصص للسقف من جماله حبة حلوين. قعد كتير يرسم فيه سنين، وكان بيرسم فيه كل يوم وهو واقف. بعد ما تخلص المتحف هتتمشى 5 دقايق هتلاقي نفسك قدام سانت بيترز بازيليكا. هتتمشى 10 دقايق كمان هتلاقي نفسك عند كاسل سانت أنجلو من القرن الثاني، في لوحات وتحف وأوض من عصر الرينيسانس. من أهم الحاجات اللي لازم تعملها في روما بالليل إنك تتوه. وانت تايه حاول توصل لميدان اسمه بياتزا دي نوفانا، ده من أحلى الميادين، متحف، وده اصلا اللي اتصور فيه فيلم انجلز اند ديمونز. اوعوا تفوتوا اللازانيا والبولينيز في اي مطعم من المطاعم اللي في الميدان ده، حاجه كده رهيبه. هتقولوا بالظبط زي ما قال همام انا كنت بحب صندل في مصر. وسلام لو عديت كمان على سانت انجلوس بريدج. ومن الميادين اللي لازم تروحها برضو هو بياتزا دي بابلو، وده هتلاقي فيه مسله مصريه. احنا في كل مكان على فكره المسله المصريه. طبعا ما ينفعش تروح روم من غير ما تروحوا السبانيش ستابس، دي سلالم كتير واخده شكل فراشه وفيها نافوره هناك كبيره جدا ومشهوره جدا. لو رميت كوين في النافوره دي يا اما هيتحقق لك امنيه يا اما هترجع تاني روم، وانت وحظك بقى. ترافي فاونتن دي اكبر نافوره في العالم واشهر نافوره في ايطاليا، كبيره جدا وحلوه جدا وحواليها تماثيل كتير. الناس بترمي فيها كوينز علشان ترجع تاني روما او تحقق امانيها. من كتر الفلوس اللي بتترمي فيها ممكن توصل في اليوم ل 3000 يورو. بتفكر تسرقها دلوقتي صح؟ اتمسك كل اللي حاول يعمل كده للأسف، فاتفرج عليها وأمرنا لله. كده ناقصكم التذكرة بس. ادخلوا على tripadvisor.com علشان تحجزوا سفريتكم الجاية.